لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهارده في فيديو جديد عن 3 مواضيع مهمين جدا. وهو الموضوع معانا وهو عن السكرين بتاع رامي رضوان والكلام اللي طلع قاله. وتاني موضوع معانا وهو عن الموضوع بتاع ياسمين عز وكلامها عن كأس العالم. وتالت موضوع معانا وهو عن الشيخ محمد حامد السلكاوي، وهو كان بيتكلم وكان بيمثل كده في القرآن في عتاق. وقبل اي حاجه كده عايزك تدوس لايك وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب، وشارك معاك في التعليقات. ويلا نخش في الموضوع. اول موضوع معانا كده هو عن الاعلامي رامي رضوان. كتب كلام في جريدة الوطن وهو بيقول ان تنشيط السياحة عن تقنية الدعارة في مصر. طبعا ده كده كلام ما ينفعش ان هو يتسمح بيه اصلا، وما ينفعش ان هو يقوله، وازاي ان هو اصلا يدعم حاجة زي دي. هو خد الصورة ديت وعلق عليها وقال ربنا لا يسامح اللي بيلفق لي هذه القذارة، وربنا يسامح كل اللي اساء ليه دون تحقق. انا هقول كده بالذمة، معقول يعني؟ تحروا الدقة يا اخوانا، المضروب بقى كتير وسهل. لم ولن أقول ذلك أبدا، ولم تنشر صاحبة الوطن هذا الكلام. معنى كلامه ده كده إن هو اتكلم مع جريدة الوطن وكلمها في السكرين دوت، وقالوا له اللي هم ما نزلوش حاجة زي دي أصلا. وفعلا كلامهم طلع مظبوط، والكلام دوت الجريدة فعلا مش هي اللي منزلاه. قبل ما يشوف أي حاجة يتأكد منها الأول، يتأكد من اللي منزلها عشان نعرف إن دي كانت حقيقة ولا إشاعة. ده كده كان نهاية موضوع رامي رضوان والسكرين اللي طلع عليه. ونخش كده في تاني موضوع هو عن المذيعة ياسمين عز، وطالعة وبتقول كلام غريب. شفتوا الاستقرار والجواز بيعمل ايه وبيوصل لفين؟ اهو خد كاس العالم اهو. شفتوا الست لما تكون واقفه في ظهر جوزها وبتدعمه، وفي نفس الوقت بتدلعه وتهننه وتحننه وبتاخد بالها منه وبتخليه كده احسن حد في الدنيا. شفتوا ازاي بيبدع ويبدع ويطلع احسن ما عنده؟ شفتوا ازاي دي بتخليه عنده طاقه فوق طاقته والله. وساعتها طبيعي جدا الدنيا كلها بالنسبة لجوزها بتكون في كفة وهي لوحدها في كفة تانية. مش عارفة خدتوا بالكم ولا لأ، بعد الماتش لما ميسي خد الكاس، ومن ساعة ما مسك الكاس ما سابوش من ايديه خالص إلا في اللحظة اللي شاف فيها مراته أنتونيلا ورمى الكاس ونسي الدنيا كلها وخدها في حضنه تقريبا بتاع 5 دقايق كده مثلا ولا حاجة. وهي حبيبتي من كتر ما هي فرحانة وقلبها مرفرف من الفرحة ما قدرتش تمسك نفسها واترمت في حضنه وفضلت تعيط. كام كاس عالم ضاع منه قبل كده، كام سنة استنوها عشان يعيشوا اللحظة دي، وأخيراً الحلم اتحقق. واتحقق امتى؟ في أول مرة يوصل فيها لنهائي المونديال بعد ما اتجوزها رسمي. بعد إيه؟ بعد ما اتجوزها رسمي. افتكروا كده معايا، نفتكر مع بعض. ميسي وصل قبل كده النهائي في 2014 قدام مين؟ قدام ألمانيا. وإيه اللي حصل؟ خسروا. طب يا ترى ليه؟ عشان ما كانش لسه متجوزها. ورسالة ليك يا جارة، سامعيني ولا لأ؟ هل CR7 سمعنا وعارف احنا بنقول ايه؟ وانا عارفة ان كلامي هيوصله. مش هقول بقى متابعني ومتابع البرنامج وبتاع عشان في ناس بتتقمص. مش عارف ايه اصلا كلامك دوت، وايه الشغل اللي انت بتعمليه دوت. ده انت قاعدة في تلفزيون مش قاعدة في الشارع. كتير بتشوفك فده ما يليقش بيهم ابدا. كمان بتقول ان منتخب الارجنتين شارك في كاس العالم وميسي كان معاهم في 2014. بتقول ان هم خسروا قدام المانيا بسبب ان ميسي ما اتجوزش مراته. ما تعرفش كاس العالم ايه اللي ربطه بالجواز واللي ربطه بميسي اصلا؟ ازاي يعني عشان هو مش متجوزها خسر؟ يعني لو كان ميسي اتجوز كان خد كاس العالم يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. المقصد من كلام ياسمين عز ان هي بتحب تتكلم على النساء، ودايما بتدافع عن الستات، ودايما بتدافع عن الستات وبتقف في صفهم. عشان كده ربطت جواز ميسي بكاس العالم، مش عارفين ليه اصلا. وكمان مصدقه ان كريستيانو متابعها، وبتقول كمان اللي هو بيتفرج عليها. تحس ان هي عايشه قصه حب خياليه مع كريستيانو. وكمان مصدقه نفسها قوي، وحتى رياكشن وشها مش بتضحك ولا حاجه.
تحس ان هي كده واخده الموضوع بجد قوي يعني. وده كده كان موضوع ياسمين عز، وانتهى كده عن كلامها عن كاس العالم وكريستيانو وكلامها عن ميسي. ونخش في ثالث موضوع معانا، وهو الشيخ محمد حامد السلكاوي. الشيخ محمد حامد السلكاوي تم وقفه من الأوقاف لمدة سنة، وإن هو كان في أحد الاعتقالات وكان بيقرأ بصورة غير كويسة للقرآن، وكمان في ناس كانت واقفة اتقبلت دوت ومش عارف إزاي، ومحدش عارض في اللي هو عمله إلا دلوقتي لما الموضوع اتنشر جامد. خلينا كده نيجي نشوف الفيديو بتاعه ونرجع نكمل موضوعنا تاني. وطبعا من غير كلام كده، اللي هو عمله دوت غلط جدا، وبخصوصا الراجل اللي كان واقف معاه ده. اللي كان واقف معاه دوت تحس ان هو كان بيلحن له في القرآن، وكان بيتكلم يعني بيعمل حاجات غريبة جدا. وبعدين ده كده غلط، علشان هو ده كلام ربنا وما ينفعش ان حد يتريق عليه. وبعدين ده مش شيخ صغير يعني، ده شيخ كبير ومن زمان قوي في الاوقاف. وبعدين دوت شيخ كبير وليه مقامه، وبعدين يعني في الاذاعه معروف جدا الشيخ محمد حامد السلكاوي. وما ينفعش اصلا ان هو يعمل حاجه زي ديت حتى لو بقصده او من غير قصده، وهو بالذات عارف ان دي اصلا حاجه حرام. بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض قبل ما تختم، لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر لبغوا في الأرض قبل ما تختم، لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. وده كده كان نهاية موضوعنا النهارده. وبصراحة أكتر موضوع ضايقني في الموضوع دوت هو آخر موضوع بتاع الشيخ محمد حامد السلكاوي، وعلى اللي هو كان بيعمله في القرآن. يعني القرآن يعني ما يستحقش كده مننا أصلا، حتى لو بقصد أو من غير قصد. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان تاني موضوع معانا هو بتاع رامي رضوان، واللي الكلام اللي هو قاله على السكرينات والكلام ده طلع بره نفسه وطلع كلامه صح. وتالت موضوع هو عن ياسمين عز وكلامها عن كاس العالم، وربطت الجواز بكاس العالم. وده كده كان نهايه فيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب للقناه وتشارك رايك في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد.